السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس عبد الرحمن حلمي من شركة أجروزا للتسويق الإلكتروني وأجروزا أكاديمي للتدريب والتعليم التسويق الإلكتروني وتصميم المواقع. النهاردة بناخد أول محاضرة في محاضرات السوشيال ميديا، وأول منصة باخدها النهاردة في التراك بتاع الكورس السوشيال ميديا، الكورس الإعلانات السوشيال ميديا. وأول منصة باخدها هي إعلانات الفيسبوك. دلوقتي انا ازاي ابدا ادير المنصه؟ يعني في ناس كتيره جدا بتسالني ازاي، يعني ايه كلمه اداره المنصات وايه يعني ايه كلمه ميديا باير، يعني ايه كلمه ميديا ادفرتايزر مانجر، عندك حاجه اسمها سوشيال ميديا اكاونت مانجر. يعني ايه الحاجات دي كلها؟ دي كلها مسميات لاداره منصات السوشيال ميديا. بمعنى انا دلوقتي عندي اكونت على الفيسبوك، يبقى انا دلوقتي لازم ادخل على الفيسبوك بالشكل ده كده. هنا بيديني الاكونت الشخصي بتاعي. فهنا دلوقتي ان انا ازاي ادير الصفحة او ان انا ازاي ادير الشركة بتاعتي على منصة السوشيال ميديا. رقم واحد ودي المهمة جدا بالنسبة لي، ان انا عايز ابدأ اعمل شركة، او ان انا شغال في شركة، او ان انا هشتغل في شركة، او ان انا مسؤول من شركة، او ان انا مدير جوه شركة، او حضرتك مسؤول عن ادارة الشركة على السوشيال ميديا دي. يبقى انا دلوقتي لازم عندي حاجتين اتنين مهمين جدا، وبالذات على منصة الفيسبوك. رقم واحد ان انا لازم يكون عندي بيجز او الصفحات. لازم يكون عندي بيجز طبعا. لازم علشان خاطر ان الاعلانات ما بتتعملش غير على البيجز بتاعتي. دي رقم واحد لازم اكون معايا. طبعا ادارة المنصات بتاعت السوشيال ميديا هو حضرتك لازم تكونوا انتوا بتعرفوا تكتبوا مقال، او بتعرفوا تكتبوا بوست، بتعرفوا تعملوا تصميم او ديزاينر، او ان انتوا كمان بتعرفوا تعملوا الاعلانات، كمان بتعرفوا تردوا على العملاء او عندكم خبرة بخدمة العملاء، كمان ان انتوا عندكم خبرة بإدارة العميل وإدارة الوقت. لازم يكون عندك بعض من السكيلز او المهارات علشان خاطر ان انت تعرف تدير المنصة. طيب ببساطة خالص دلوقتي لعمل إنشاء صفحة على الفيسبوك، أو علشان خاطر إن أنا أدير شركة على الفيسبوك، أعمل إيه؟ دلوقتي علشان أعمل صفحة على الفيسبوك بيبقى عندي ليها 3 أماكن معايا. يا اما عندي مكان من اليمين ومكتوب عندي هنا كده بيجز، او يا اما في النص عندي هنا كده حاجه اسمها بيجز، او يا اما عندي من الفيسبوك منيو او قائمه الفيسبوك. هلاقي ان انا عندي هنا حاجه اسمها الصفحات. يبقى انا عندي هنا ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة يؤدوا الى نفس الطريقه. طيب دلوقتي انا عندي دخلت الصفحات. هنا دلوقتي ده يدل على ان انت شغال في اكتر من شركة. يعني في شركة اسمها كذا، شركة رقم 2، شركة رقم 3، شركة رقم 4. حضرتك بتبقى مسؤول عن مجموعة شركات انت بتبقى مسؤول فيها. طيب دلوقتي لو انا الاكونت بتاعي جديد او زيرو، يعني اعمل ايه؟ هاجي هنا دلوقتي ان اعمل حاجه اسمها انشاء صفحه، او حاجه اسمها كرييت بيج. فهيظهر لي فيها اختيارين اتنين. في عندي هنا حاجه اسمها صفحه عامه، يعني ده بنقول عليه ان حاجه اسمها بيج بابليك، او يا اما ان انا برقي المحتوى بتاعي او الاكونت الشخصي بتاعي يبقى على انها بيج. فطبعا اياكم ان انتوا تعملوا ده، لانك انت ساعتها بيبقى الاكونت الشخصي بتاعك هو البيج نفسها او هي الصفحة. فانا هاجي هنا اقول له لا، انا عايز هنا دلوقتي صفحة عامة. دلوقتي بعد ما انا ما بدخل على الصفحة العامة باجي هنا اقول له التالي. هنا دلوقتي بيطلع لي مجموعة من الملاحظات. ايه هي بقى الملاحظات؟ هنا بيقول لك اهلا وسهلا بيك في الفيسبوك، ان انت دلوقتي بتعمل انشاء لصفحة علشان خاطر تشجع المعجبين والعملاء والجدد ومجموعة من الكلام ده. وبعد كده باجي هنا اقول له والله ان انا عايز اعمل بدء الاستخدام. اول ما بعمل بدء الاستخدام بيجي لي هنا دلوقتي كلمة انشاء صفحة. ايه هي اسم الصفحة المطلوب اللي انت عايز تعملها؟ وليكن مثلا هاجي اسميها والله شركة اجروزا كامباني. وليكن مثلا ان انا هعمل دلوقتي كده كلمة اجروزا كامباني. لو لقيت عليها علامة الصح يبقى الاسم ده متاح.
لو لقيت عليها علامة غلط يبقى الاسم ده غير متاح. يبقى أنا دلوقتي يبقى في شركة تانية بنفس الاسم أو بنفس الطريقة اللي حضرتك كاتبها. فعلشان كده إن الفيسبوك بيخلي إن أسامي الشركات أو أسامي الصفحات بتبقى حاجة اسمها فريد من نوعها، يعني حاجة بتبقى أنت اللي مسؤول عنها، أو حاجة بتبقى هي الأساسية، يعني محدش واخدها تاني. فلو حد واخدها تاني هيديلك هنا علامة حمراء. طيب الفئة بتاعتك، الفئة هنا معناه ان الشركة دي شغالة في ايه، يعني الشركة دي قطاعها قطاع ايه. هل هو قطاع تعليمي، هل هو قطاع خدمي مالي، هل هو قطاع استشارات قانونية، هل هو قطاع فندقي، قطاع سياحي، قطاع تعليمي، قطاع مؤسسي. ايه هو القطاع اللي بتاع حضرتك اللي انت عايز تعمله؟ والله في ناس تيجي تقول لك ايه، والله انا مثلا هعملها في قطاع المفروشات، وليكن مثلا يعني عايز اعمل حاجة عن المفروشات. هيطلع لي هنا متجر مفروشات ولا بيع مفروشات بالجملة، شركة تصنيع مفروشات. الحاجات دي بتبقى أساسية عندي في طريقة إن أنا أعمل البيج بتاعتي، أو إن أنا بعمل الحاجة بتاعت القطاع بتاعي. وفي نفس الوقت كمان بيبقى مسؤول معايا في تكلفة الإعلانات، لأن كل قطاع بيتحدد السعر بتاعه. يعني الفيسبوك واخد ان مثلا قطاع الطبي يبقى ده احسن قطاع، يبقى ده اعلى قطاع، يبقى انا هصنفه الاعلى. وليكن عندي قطاع العمال والقطاع الادوات المنزليه والحاجات دي، فان انا هصنفها حاجه قليله. فهو هنا دلوقتي الفيسبوك واخد مجموعه قطاعات في تصنيف عالي، واخد مجموعه قطاعات في تصنيف وسط، وفي قطاعات واخدها في التصنيف الادنى. طب انا اعرف منين؟ لا، هو حضرتك مش بتعرفها من عن طريق الفيسبوك، هو حضرتك بتعرفها عن طريق الاعلانات. لما نيجي ندخل في محاضرة الاعلانات هنبدأ نتعرف عليها بصفة عامة يعني، بالتفصيل يعني. طيب فهاجي هنا دلوقتي، والله هاجي هنا اقول له والله انا متجر بس ببيع مفروشات. في قطاع تاني لازم ان انت لو حضرتك هتضيف اكتر من قطاع يبقى التلاتة ليهم علاقة ببعض. ما ينفعش مثلا اجي اعمل هنا متجر مفروشات وكمان اعمل حاجة اسمها تعليم. طبعا انا ماليش علاقة بالتعليم تماما، ولا انا لي علاقة باي حاجة، لا. يبقى انا دلوقتي لما اجي اعمل هنا متجر مفروشات يبقى مثلا ممكن اقول له متجر اهو. عندي هنا مثلا منتج او خدمة، يعني برضو ان انا بقدم منتجات وبقدم خدمات. يبقى انا عندي هنا ده مرتبط بده وده مرتبط بده. فإتس اوكي. في واحد ممكن يكتب حاجة واحدة بس، في واحد يكتب ثلاثة. فاللي انت عايزه. عندي هنا بقى حاجة اسمها السيرة الذاتية. ايه هي السيرة الذاتية؟ ده ببساطة او ده الملخص بتاع الشركة بتاعك. يعني من الاخر السي في بتاع الشركة بس فيه سطرين، او يعني ما يزيدش عن 3 سطور يعني. طيب حضرتك لو كنت كاتب مقال، او حضرتك كاتب، او حضرتك شغال في الكتابة، هتعرف تكتب عن الشركة بتاعتك. طب لو انا مثلا دلوقتي ما بعرفش اكتب، او انا مش كاتب، او انا ما عنديش موهبة الكتابة دي، هل في ادوات تانية اقدر استخدمها للسيرة الذاتية؟ اقدر. هعمل ايه دلوقتي؟ هروح على شات جي بي تي، برنامج الشات جي بي تي، وبرضه هو موجود معانا وموجود على الويندوز ستور. اقدر ان انا استخدمه دلوقتي، ان انا ممكن اقول له والله ان انا عايز مقال، انا عايز نبذة عن شركة أجروزة للمفروشات في 3 سطور، واعمل انتر. دلوقتي هو الشات جي بي تي ده عبارة عن أداة ذكاء اصطناعي، بيكتب المحتوى وبيحلل المحتوى، بيعمل معايا حاجات كتيرة جدا. ودي بيبقى ليها محاضرة خاصة للشرح بتاعت الأدوات الذكاء الاصطناعي. هنا دلوقتي بيقول لك ايه، شركة أجروزا المفروشات هي علامة متخصصة في تقديم أحدث تصميم الأساس المنزلي بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع التركيز على الجمع بين الأناقة والراحة. تسعى الشركة لتلبية مش عارف مين. يعني ممكن اعمل حاجة زي دي، اعمل يعني ممكن اخد ده كده. طيب لو ما عجبنيش ممكن اقول له انا عايز مقال عن أجروزة للمفروشات. هيطلع لي هو المقال. ممكن ان انا اخد المقال ده
يبقى أعمله عندي. هنا دلوقتي بيقول لك في عالم الأثاث والمفروشات لم يعد اختراعًا لقطع قطع المنزل. عندي هنا دلوقتي أهو، تهدف أجروزة إلى إعادة تعريف. ممكن آخد ده كده كوبي وأحطه هنا كده مكان السيرة الذاتية، فهو هيظهر معايا بالشكل ده كده. يبقى أنا دلوقتي معايا ده. طب واحد تاني ييجي يقول لك إيه، طب أنا دلوقتي لو غيّرت القطاع، يعني أنا دلوقتي لو عايز أغيّر القطاع بتاعي وهاجي هنا هاقول له والله خدمات أهو، خدمات مالية، خدمات حفلات وترفيه، خدمات منزلية، عندي هنا مورد خدمات مش عارف مين. طب أنا عندي هنا حاجات في التسويق، يعني أنا دلوقتي شغال في التسويق. هنا بيقول لي إيه، وكالة تسويق والّا دعاية وتسويق، خدمة تسويق عبر الإنترنت، خدمة تسويق عبر الهاتف، تسويق وبيع بالتجزئة، خدمة تسويق مركز تسوق، والّا أنا عندي منطقة تسوق خدمة محلية. ممكن هنا أقول له والله أنا باقدم خدمة تسوق. طيب إيه هي الخدمة؟ يبقى الكلام اللي أنا كتبته عن المفروشات والأثاث المنزلي ده برضه هيتشال. يبقى أنا دلوقتي لو غيّرت الفئة هاضطر إن أنا أغيّر السيرة الذاتية. ليه؟ لإن ده مجال وده مجال، وده قطاع وده قطاع. يبقى أنا دلوقتي هاجي هنا أقول له والله أنا عايز مقال عن أجروزة للتسويق الإلكتروني. هاعمل Enter. طبعًا إن أنا كنت عامل مقال وعامل صفحة باسم شركة أجروزة، فهو هنا دلوقتي بيقول لك إيه، أجروزة دلوقتي بقى ليها من هي أجروزة؟ أجروزة هي شركة متخصصة في تقديم خدمات التسويق الرقمي بشكل متكامل، موجودة خدمات متكاملة اللي هي إن إحنا بنعمل الحاجات دي. لماذا تختار أجروزة؟ الخلاصة لو عايز إيه أعمل لك حاجة. طيب نقي أنت المقال اللي حضرتك عايزه. فأنا هاجي هنا دلوقتي كده أقول له والله أجروزة هي شركة متخصصة في تقديم خدمات التسويق الإلكتروني، وممكن آجي أحطه بالشكل ده. يبقى أنا دلوقتي استخدمت أول أداة ذكاء اصطناعي اللي هي اسمها ChatGPT في عمل طريقة عمل الصفحة أو طريقة إنشاء الصفحة أو عمل creating للpage نفسها. طيب ده أهم خطوة من الخطوات بتاعتي. طيب هنقول بعد كده هاعمل هنا عندي هنا حاجة اسمها إنشاء صفحة، وبعد ما أنا ما أعمل إنشاء صفحة هيطلب مني مجموعة بيانات. دلوقتي يا رب أكون هاختم لكم المحاضرة دلوقتي، يا رب يكون المحاضرة بقت مستفيدة للجميع. معاكم عبد الرحمن حلمي من شركة أجلوزة التسويق الإلكتروني.